السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة طالعالكم بوصفة جميلة جدا وسهلة، هي طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة. دلوقتي هتجيبي حلة، هتحطي فيها حبة مية وهتعلي النار عشان المية تغلي، وهتجيبي طاسة هتحطي فيها حتة سمنة وهتسيبيها تسيح، دي هتبقى للحمة المفرومة. وهتجيبي حلة هتحطي فيها بصلة وتسيبيها عشان دي صلصة الطماطم. طبعا حلة بتاع صلصة الطماطم هتحطي فيها حبة زيت وحتة سمنة، وهتحطي عليها البصلة وتسيبيها بقى تتحمر. طبعا بعد ما سيحت السمنة بتاعت اللحمة المفرومة هتحطي عليها بصلتين وتقطعيهم وتسيبيهم يتشوحوا مع السمنة. دلوقتي كده انا بقلب البصل مع السمنة وهسيبهم يتشوحوا اهو كده. وهتجيبي اللحمة المفرومة وتحطيها مع البصل وتسيبيهم يتشوحوا اهو كده. انا هقلب البصل مع اللحمة المفرومة كده. دي بعد ما قلبتها هتحطي عليها حبة طماطم اهو كده. انا بعد ما حطيت عليهم الطماطم هقعد اقلبهم كويس. هتحطي عليها فلفل اسود وملح، التوابل اللي انت عايزاها براحتك حطيها، التوابل دي اختياري. انا حطيت عليها ملح وفلفل اسود بس، لكن التوابل اختياري. دي طبعا البصل بتاعت الصلصة اهو كده. هو كده اتحمر، هحط عليه الطماطم اهو. هفضل بقى اقلب فيهم كويس كده، وهتحطي عليها فص توم. معلش انا نسيتها وانا بحط فص التوم، نسيت اصور، فانا هتحطي عليها فص توم. حطيت طبعا المكرونة واللحمة استوت والصلصة كانت على النار. هتجيبي البرامات بتاعتك او اي حاجة هتحطي فيها المكرونة وهتدهنيها زيت كويس جدا عشان المكرونة متلزقش. وهتحطي الطبقة الاولانية لحمة مفرومة اهو كده. بعد ما انا حطيت الزيت عليه حطيت اللحمة المفرومة كده. كده انا خلصت الاول وده التاني بحط فيه اهو كده. بعد ما خلصت اللحمة المفرومة الطبقة التانية بقى هتكون المكرونة. طبعا هتفضلي بقى ترتبي فيها لحد ما تخلصيها اهو كده. انا برتب فيها كده. دي بعد ما انا رتبتها هحط عليها الصلصة كده. دي الشكل بعد ما حطيت عليها الصلصة، وبعد كده دخلتها الفرن. وده كان الشكل ودي نهاية الفيديو معانا. متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت حلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.